كيقولوا العلماء والفقهاء: المشرق بلاد الأنبياء والمغرب بلاد الأولياء، حيث تعتبر المغرب أكثر دولة فيها الزاويات والأضرحة، وهذا كيرجع لأولياء الله الصالحين اللي كانوا في هذاك الوقت. في قلب نواحي مكناس كاين مكان حير المغاربة القرون، ضريح سيدي علي بن حمدوش. البعض كيشوفوه ولي صالح، والبعض الآخر كيربط الاسم ديالو بقصص غامضة وطقوس عجيبة غريبة اللي مازال كيدور حول جدل حتى اليوم. ولكن أشنو هي الحقيقة؟ وأشنو اللي كيجمع لاله عيشة باسم سيدي علي بن حمدوش؟ خليكم معايا حتى الأخير باش نعرفكم على بزاف ديال التفاصيل. دابا ندخلو مباشرة في القصة وما نطولش عليكم. سيدي علي بن حمدوش كان شخصية صوفية مغربية، عاش تقريبا في القرن 17 واشتهر بالزهد والتصوف. ولكن مع مرور السنين ولات المنطقة مرتبطة بقصص شعبية على لاله عيشة وطقوس مختلفة اللي كتوقع في الحفرة ديالها. ومن هاد الطقوس الهدية اللي كتهبط بقناوة وجلالة وعزاوة، وفي هاد الهدية كيكونوا طبوقة مع علامات ملونين زائد قرابين عبارة عن عجولة وتيران. والهدف من هاد الهدية هو الطلب والولاء والطعام لاله عيشة. وكاين اللي كيسمي هاد الهدية الحزارة ولا التبييتة، والهدف منها هو الشفاء. وكاين اللي باغي يفك النحس، وكاين اللي باغي يفك السحر، وكاين اللي باغي يفك الثقاف، وكاين اللي باغي يحيد التابعة كلها. والهدف ديالو علاش كيهبط هذيك الحزارة لاله عيشة. دابا هادشي اللي عاودت لكم مجرد تعريف بسيط، نقطة وسط بحر على لاله عيشة. دابا نعاود لكم على واحد السيد كيقول فاش كان صغير كان كيمشي مع الام ديالو تزور سيدي علي، بحكم انها حتى هي كانت مريضه وكل عام كيخصها تمشي. عام على عام هذاك الوليد كبر ولا راجل ولا جزار. واحد النهار وهو يمشي بوحديه، ملي مشى بوحديه ما شعرش براسو حتى لقى راسو كيجدب، ولقى راسو كياكل الزاج وكيضرب راسو. وقال باللي كيشك في جوج حوايج اللي خلاوه يوصل لهاد الحاله، اللي هي الام ديالو فاش كانت كتجيبو وهو صغير، وتما فين تقاص حتى كبر عاد بان انه من صحاب الحال، اولا تاكزارت اللي خدم فيها وهي دائما فيها الدم، والبلاصه اللي كتكون فيها الدم تيكونوا فيها الجنون. المهم حاجه وحده هي اللي وصلاتو لهاد الحال. وكاين صح بلي الامهات الا بغاو يجيو يزوروا يجيو بوحدهم وما يجيبوش وليدات الصغار، وما يوقعش لهم هادشي اللي وقع ليه هو. المهم السيد كمل الهضره ديالو وقال بلي هاد الحال توسخ وما بقاش كيف كان، وكثروا فيه المثليين وتجار المخدرات والسكيريه، ولاو كيستغلوا هاد الموسم ديال الميلود وكيجيو ليه باش يتخباو في الجدبه والحال. ولكن الشرفه ديال بصح ما بقاوش راضيين بهاد المهزله. وكيقول باللي ان سيدي علي بن حمدوش ولي من اولياء الله الصالحين وحامل كتاب الله في صدره، وما عنده حتى علاقه بهادشي اللي ولاو كيشوفوا. وحتى لاله عيشه راها مراه مسلمه وليست بجنيه. دابا هنا فين كاين التناقض، كل واحد والفكره ديالو على الاضرحه والسادات والزاويات والجنون، وكل واحد كيقول باللي هو اللي عنده الصح. وحتى من القرابين كيقولوا انهم كيذبحوها لله وما كيعترفوش باللي كيقدموها للجن. نكمل لكم اشنو كيعاود هاد الجزار. كيقول باللي هو ما راضيش بهذا الحال اللي هو فيه، ولكن ما عنده ما يدير، ضروري خاصو يجي يدير هاد الطقوس باش يوقروه هو وولادو. بالنسبه للطقوس اللي كيدير ضروري خاصو يجي معاه قناوه على يديه ويعزلهم بكل دقه باش يضربوه وهو يجدب ويضرب راسو ويشوف الدم عاد يرتاح. وقال باللي ملي كيطلع فيه الجن ما كيبقاش عاقل على راسو وكيمشي للعالم الاخر. وملي كيجدب ضروري المجمر ديال البخور يكون قريب من وجهه، لان الجن اللي فيه صعيب بزاف. وقال باللي عمرو دار شي ليله في دارو حيت ما بغاش ولادو يشوفوه في هذا المنظر، حيت كيحشم من حاله.
داكشي علاش كيصبر حتى الميلود باش يجي يدير الليلة ديالو، وكيبقى أسبوع أو أكثر وهو تما في سيدي علي حتى كيرتاح وكيجمع الطاقة ديال عام كاملة بيد ما كيوصل للعام الآخر وكيجي عاوتاني وكيدير نفس الطقوس. ونزيدكم قال بلي كيجيب حتى البهايم من السوق وكيكري الديور وكيبدا يوجه الناس باش ما يديروش الغلط ويذبحوا لله ماشي للجن. هادشي علاش كيمشي يجلس تما مده ديال اسبوع حتى كيعالج راسو وكيزيد اسبوع تاني باش يعالج حتى الناس ويوجههم ويوريهم الخطوات الصحيحه. انا بعد هاد السيد جاني كيطبق داك المثل ديال مصائب قوم عند قوم فوائد، هو اصلا المهنه ديالو كزار، يعني كيبيع للناس البقر والعجوله بحجه غادي يوريهم الطريق الصحيح وكيفاش يقدموا الهديه طاعه لله. ومن كلامه حاول يبين ان الجن واعر وضروري نلبيو ليه الطلبات ديالو باش ما نتاداوش في الوقت اللي كيقول كنذبحوا طاعه لله. صراحه فهمت السطا مع هاد الناس. والمصيبة الكبيرة شنو هي؟ أنه كيدافع على المثلية وكيقول أنا ماشي من هذاك النوع، ولكن خليهم في التقار مادام ما كيأديوك شغلهم هذاك. وكيقول أن المخزن كاين وحامينا وختمها، وقال باللي هو عمرو ما شاف في حال هاد الحالات. كيهضر على المثليين غير سمع بيهم وإلا كانوا بصح شغلهم هذاك، وإلا كانت إشاعة بركة ما توسخو سيدي علي بهاد الإشاعات. وباللي الديور اللي كيتكراو كلهم كاميرات وكل شيء محظي ومأمن. وقال باللي هو كيخدم للناس الليلة ب3 ديال المليون بكل شيء ليها إلا الذبيحة ثمنها بوحديه. داكشي اللي قلت لكم في الأول، مصائب قوم عند قوم فوائد. وقال باللي ماشي غير جيت ووليت كنخدم الناس، ولكن الجواد هما اللي عطاوني حتى مقدميت. وقال باللي كاري الدار في سيدي علي ب2 مليون ونص وماشي هو اللي مخلصها، مخلصينها بنات الجواد وولاد الجواد كل واحد مصيفط شويه وعطاوه باش خلصها. والهدف من هادوك الفلوس صيفطوا ليه باش يذبح ليهم تما وهبط الطبوقه في سميتهم. ونعاودو نرجعو نقولو الهدف من هادوك الطبوقه اولا الهديه ولا التبييته ولا الحزاره كيف ما كيسميوها هما والذبيحه هو يحيدوا النحس والتابعه والعكوسات. وقال باللي السحر ما كاينش وداكشي كله غير كذوب. حاجه وحده اللي كاينه هي كيف ما قلت لكم النحس والتابعه والتكال، من غير هادشي ما كاين والو. ايوا شهد شاهد من اهلها، غير باش تعرفوا ان كلشي كذوب. ودائما ملي كندير بحال هاد الفيديوهات تنقول لكم راه كلشي كذوب وما كاين حتى شي حاجه، كاين الله سبحانه وتعالى وغيبقى الله سبحانه وتعالى. وكيقول هاد الجزار باللي كاينين الناس جوهم ساكن غير على 3 ايام صدقوا جالسين سنين تما، حيت زعما رجال الله اولا رجال البلاد ما طلقوهمش، وديك المده كامله مدوزين هاد بايح العياذ بالله سنين ديال الشرك. وقال لك الجواد ما طلقوناش وخلاونا بعاد على ولادنا وعائلاتنا وجالسين تما كارين غير البيوته. وقال لكم دعيو معاه باش ربي يعفو عليه من هاد الحال ويمشي حتى هو للجامع ويصلي ويولي فحالو فحال الناس العاديين. وكيقول عاوتاني اللي تشفى فيا وضحك عليا خليت ليه الله عمره يربح ولا يفلح، ومع العلم عاد قال لكم دعيو معاه باش ربي يعفو عليه. وملي كتدعي على الناس بالخايب على الاقل دعي مع راسك وطلب من جوادك يعاونوك ويبعدوك من هاد الحال، او على الاقل يبعدوا منك. سبحان الله هاد الناس صراحه في شكال. والمشكل انهم كيجهروا بالشرك ديالهم قدام العالم. بصراحه هادشي ما كانش شحال هادي. كيف كتعرفوا في الاحياء الشعبيه شحال هادي كانت كل حي شعبي كتلقى فيه شي شوافه، وهادوك الشوافات كانوا كيتخباو وما راضيينش، وحتى الناس اللي كانوا كيجيو عندهم كيحاولوا انهم يجيو بالتخبيه اللي كتجي كاع مضرقه وجهها. وإلا لعبتي مع بنتها وعايرتيها وقلتي لها يا بنت الشوافه راه كان كينوض صداع وكتجي لك امها يعني كتكبر المشكل، وكانت حتى بنتها كتبكي علاش حيت ما راضياش ان امها شوافه. دابا لا،
دابا ولينا كنشوفوهم في المواقع كل واحد باغي يبان على الآخر، وكل واحد باغي يبان أنه متمكن على الآخر، وزادو كملوها سماو راسهم كاع بلالا ود لالا عيشة، ود لالا مليكة، ود الباشا حمو، بنت ميرة، المهم مهزالة وصلنا ليها مصيبة وصافي، وعاطين فرصة لدول خرين كيضحكوا علينا وولاو كيعطيو بينا أمثلة في السحر والشعوذة. ها اللي ناض كيهرس على راسو قصرية وكيجدف في الزنقة حفيان وواحد الحالة. صراحة بغيت نهضر وعندي ما نقول، ولكن غادي ندخل في واحد الدوامة وما غاديش نسالي. حنا ما عندناش غير هاد المهابيل في البلاد اللي الاعلام كيسلط عليهم الضوء. فين ما كدور كتلقى واحد هاز ميكرو وكيهضر. في نظركم اشنو غادي يقول لينا من غير الدعارة والفساد والمثلية والشمع والتسبيح والخط؟ وحنا شنو غادي نستافدو من هاد الشيء غير الشوهة مع العالم؟ فعوض ما تركزوا مع هاد المشعوذين والسحرة، علاش ما نسلطوش الضوء على حافظة القرآن الكريم اللي في المغرب؟ عندنا الناس افاضل حافظين كتاب الله يستحقوا يدار معاهم روبورتاج ونستافدوا منهم ومن علمهم ومن تجاربهم ويكونوا قدوة للشباب. هذا النوع ديال المحتوى كينفع المجتمع اكثر وكيقدم نماذج ايجابية. ولكن للاسف حنا كمجتمع مغربي دائما كنشجعوا التفاهة، كنشجعوا الفضيحة، دائما كنبغيو نعرفوا اشنو واقع واخا ما كنستافدوش من ديك الفضيحة ديال داك الشخص. بالعكس حنا كنشجعوه وكنحمسوه باش يزيدنا فضيحة على فضيحة. نتمنى القصة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منها. وإلا وصلتوا معايا حتى لهنا بغيت نقول لكم سالات هاد الرحلة ما بين التاريخ والأسطورة وما بين الحقيقة والخيال. بقى اسم سيدي علي بن حمدوش واحد من أكثر الأسماء اللي أثار الجدل في المغرب. أما لالا عيشة والطقوس والحكايات اللي سمعناها عليها فهي جزء من الموروث الشعبي، ما كاين حتى شي دليل تاريخي أو علمي أكدها. السؤال هنا، اش بان لكم نتوما في هاد القصة أو الحكاية أو المعلومات اللي جبت لكم؟ كنتمنى تشاركوني الرأي ديالكم في التعليقات وتقولوا لي واش عمركم مشيتوا لسيدي علي واشنو شفتوا تما. وما تنساوش ديروا معكم واحد اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا معكم زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. السلام عليكم، مع قصة جديدة إن شاء الله.